يسعد صباحكم صبايا، كيفكم؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اول شي بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هون عم بعمل فنجان قهوة سورية، صلي هيك فترة ما شربتها، قلت اليوم بدي اعملها. هيك خطرت عبالي وريحتها هيك الله، كل ما بعملها هيك بتذكر سوريا وايامنا. سبحان الله، ايام يعني هيك عم تمشي والله. شو اخباركم صبايا؟ طمنونا عنكم، كيف هيك اجواء رمضان عندكم؟ شو حضرتوا لرمضان؟ وهاي الصينية اخر مرة نزلت مشان اشتري، شفتوا زينة رمضان وهيك، بس ما صورت لكم اياها كلها والله لانه ما فضيت. فاخدت هاي الصينية واخدت كمان يعني نفسها بس غير موديل، واخدتها اكبر، فكتير هيك حبيتهم وكتير هيك عمليين. يا سلام على هيك شرب القهوة من الصبح، والله بتمخمخ المخ. وهون بعد ما خلصت فنجان القهوة هيك كان عندي هاي الطنجرة بدي اجليها كمان تبع الزيت، فنقعتها من امبارحة، حاطتها مي يعني حطيت عليها مي سخنة، وكل هاد لسه عليها الزيت. فجبت هاد البخاخ اللي اخدته اخر مرة انا تبع الغاز، فبخيته لانه صايرة هيك مثل ملامين بقولوله او ستانلس هيك شي. المهم فبخيت منه، وكتير كتير كويس هذا البخاخ، فبنصحكم تجيبوا منه. هاي شفتوا الطنجرة انا اصلا هايفتها يعني بس للزيوت، يعني ايام بيكون هيك عليها مثل شفتوا يعني مرسي زيوت وهيك، فمهما فركتها بيتم عليها. فاليوم قلت بدي افركه فركة غير شكل، يعني بدها همة وانا عم بفركه والله. يعني ايدي صارت توجعني وانا عم بفرك بقول معلش، المهم انه تنضف. فاهم شي انه النتيجة تطلع اوكي منيحة. خلي لي قلبكم يا صبايا، والله بعرفكم ما بتقصروا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد مني، وعطوني هيك افكار جديدة هلا على رمضان. شو بتحبوا انزلكم على رمضان؟ اعمل مثلا شغلات جديدة، اكلات جديدة، كتبولي. وشايفين هيك النتيجة ما شاء الله صارت عم تلمع لمع. هون كمان كان عندي الغاز بدي ليفه، فبدي بخ كمان نفس البخاخ هذا الاسود اللي حطيت منه للطنجرة، بدي احط كمان، فبيعطي منا لمعة ومنا بينظف. هو تقريبا مثل الكلور تقريبا، يعني بيشبه انه الكلور ريحته، ما بعرف انا لما عم بشم لما عم ببخه فريحته تقريبا مثل الكلور، بس هاد ما شاء الله يعني بحل الوسخ فورا. عرفتوا يعني اول ما ببخ فورا بتلاقوا حل، ايش في زفار، ايش في شغلات يعني مرسية. والله قاعدة هيك عم بفكر شو بدي اطبخ يعني محتارة. فقررت بدي اعمل مكرونة بشاميل، صار لي فترة ما عملتها وهيك خطرت عبالي قلت بدي اعملها اليوم. وشفتوا المعكرونة بشاميل يعني كل واحد طريقة، انا طريقتي يعني ما بعرف. في عالم بحطوا دبس بندورة هيك بتعطي على حمار، لا انا ما بحط لها يعني، مع انه انا بسمع كتير انه طيبة اللي مية بندورة. بعد ما خلصت كمان تليف الغاز هون كمان بدي اسلق المعكرونة مشان اعمل معكرونة مثل ما قلت لكم. بحط تقريبا 3 معالق من الزيت بالمي، وبحط ملح مشان يعني اسلق المعكرونة. الزيت مشان ما يتلزق المعكرونة، عرفتوا؟ حطوا ملح سد ما بتقدروا حطوا ملح. بس هون بعد ما غلت المي بدي اضيف المعكرونة. انا المعكرونة الطويلة بقى يعني
بكسر، عرفتوا؟ بكسر نصين، ما بعيف على حالة. وهون قطعت المعكرونة مثل ما شايفين، يعني بدها تقريبا من 10 دقايق ل15 دقيقة لتستوي، وعلى نار عالية أكيد. وهون بدي أقلي اللحمة. صراحة كان عندي كان لحمة من قبل غنم، بس حاليا ما تم عندي، وعم بستنى زوجي لبين ما يجيب لي، فبده يروح على يعني محل اللحم، عرفته؟ فطلبت لحمة فروج. هي صدر وتقريبا شوي دهنة معه. بس قلت امشي حالي معلش هلا لبين ما يجيب لي يعني زوجي. وهون عندي بصل هيك، حطيت زيت وحطيت بصل. انا بحط له بصل، في عالم ما بيحطوا له بصل، فانا بحب كتير البصل معه. بس وحطيت اللحمة. انا بحب لحمتها كتير طيبة، يعني بحبها كتير يعني بقلب المعكرونة، عرفتوا؟ بس هون حسيتها شوي ناشفة، فعندي دهنة، قلت بحط كمان شوي دهنة. انا بحط للحمة بس بهار وملح. انتو شو بتحطوا للحمة؟ وايام بحط لها شوي كمون، يعني رشة صغيرة. وحطيت شوي من الفلفل الاسود، شي بسيط يعني مو كتير، تقريبا نص معلقة من الصغيرة. بس هون بعد ما استوت اللحمة كمان بدي اساوي الصوص البشاميل، اللي هو الكريمة، مثل الكريمة، عرفته؟ بحط تقريبا كوب واحد من الطحين، وحطيت زيت بقليه هيك بس لبين ما شو بتقولوا، يتحمص. هيك بخليه لبين ما يعني تروح طعمة الطحين، عرفتوا؟ بتم بقلب فيه لبين ما تروح طعمة الطحين، لانه ايام لما ما يتقلى الطحين، لما بضيف الحليب بدوقه بيطلع طعمة الطحين، عرفتوا؟ وبس بحط تقريبا لترين من الحليب، وبعدين بحط مكعب واحد من الماجي، عرفتوا؟ بس وملح وشوي بحط شوي كمون. وهون بدي احط اول شي الصوص بشاميل شوي من الارضية. فبحط انا بشاميل يعني الصوص بحطه من تحت وبالنص ومن فوق، عرفتوا؟ مشان ما يعني انه تطلع ناشفة. انا بحب الصوص البشاميل كتير يعني في قلبها، وما بحبها كتير ناشفة، يعني بحب هيك انه تكون الصوص هيك مثل ما
ما بعرف. المهم اتلبكت ما بعرف احكي. بس حطيت اللحمة وبرجع بحط كمان صوص بشاميل. وبتمنى منكم صبايا تدعموني وهيك تشجعوني وتخلوني انزلكم فيديوهات كتير حلوة، وبعرف ما بتقصروا. معلش اسفة على الصوت، صوت بنتي لانه هون موجودة. ومو بس صوت بنتي، صوت العمار هدول عم بيعمروا هون، والله العظيم صرعونا الليل، ما عم نناموا مثل العادة. فالحمد لله رب العالمين. شايفين ما شاء الله الصوص ما لازم يكون تقيل، يعني ما تسمكوا الصوص، لانه لما تحطوه بالفرن اصلا لحالها بتسمك. فانا بعيفها شوي مريقة، تطلع كتير كتير طيبة ما شاء الله. وهون قلت بدي احط لها كمان جبنة موزاريلا هيك على الوش. فهذا الشي على حسب، يعني انتوا اذا بتحبوا تحطوا ولا لا. انا ايام بحب وايام ما بحب صراحة، فهلا قلت بدي احط لها شوي. وبعيفها تقريبا بالفرن نص ساعة على 180 درجة الحرارة. شايفين ما شاء الله شي بشهي، والله العظيم ريحته بتجنن. اصلا شكله لحاله يعني بشهي ما شاء الله. شايفين لسه سخنة. بسم الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام، والله العظيم ريحته بتجنن. وكتير كتير يعني هيك، اصلا من الشكل مبينة طيبة. انا على طول اصلا لما بعملها بتطلع طيبة، بس اهم شي مو عم بقلكن ما تطلع ناشفة، يعني ما تنشفوا الصوص. هون صبيت صحن لبنتي وصحن لإلي كمان. والله واصلا ميتين من الجوع، لانه اصلا فطور ما فطرنا اليوم. قلت يلا بس بدي لحق اخلص. هون قلت بدي اجربها معكم. ماما صراحة تسلم ايدي، تسلم ايدي على هالمعكرونة. يا ريتكن انتو جنبي يا صبايا لاطعميكن منه والله العظيم. وهون كمان بدي احط الخرق تبع اللي بمسح فيه يعني المرمر، عرفتوا تبع المطبخ، وهيك قلت بدي اغسلهم، فحطيتهم كمان بالغسالة. وهون بدي اجهز كمان حشوة السمبوسك. اليوم بدي اعمل سمبوسك مشان افرزه لرمضان. فانا بعمل السمبوسك، بحط اول شي موزاريلا، وبحط جبنة حلوم، يعني بضيف نص بنص. وعلى اساس بدي اعمل كمان سمبوسك لحمة، فعندي زايد لحمة عندي. تتذكروا لما عملت الششبرك، فزاد عندي لحمة فيها بصل، وبس بدي اضيف لها بقدونس واعملها كمان سمبوسك، عرفتوا. فاول شي بدي ابدا بالجبنة، وبعدين ان شاء الله اذا ما لحقت اليوم ممكن بكرة اعمل السمبوسك اللحمة.
هاي الجبنة الحلوم كتير بحبها انا، حتى هيك يعني فيها يعني ملوحة، عرفتوا مالحة بتجي هي، فالموزاريلا ما بتجي مالحة، وبحطلها كمان شوي ملح لانه بحس بدها شوي. هيك عم بخلطهم. هلا يمكن تقولولي يي شو عم تخلطي بايديكي، وهاي ايدي الحمد لله مغسلتهم ومنظفتهم كتير منيح، فمشان هيك عم بخلط يعني عادي طبيعي. نحن ستات يعني البيوت اغلبنا عن جد ما بعرف ليش انه بنحب نستخدم ايدينا بدون ما نلبس كفوف. ما بعرف اذا في حدا مثلي انا هيك. انا طبعي بالبيت هيك، اهم شي لما يكونوا ايدي نضاف ومغسلتهم فعادي طبيعي يعني. مو ضروري بكل شغلة لازم نلبس كفوف ونسوي حالنا اتيكيت ونحن يعني واو هيك، عرفتوا؟ بس هون حطيت فليفلة لل فليفلة. اول شي بدي اعمل حدة وبدي اعمل حلوة، فحطيت فليفلة وحطيت حبة البركة وحطيت كمان شوية ملح. وهاي الحدة بدي احط لها معجون فليفلة او تقولوا لها ايش محمرة. وحطيت تقريبا معلقتين من النعناع، بتطلع كتير كتير طيبة والله، جربوها وعطوني رأيكم، بنصحكم فيها برمضان. وهي كمان الحلوة بدي اخلطها كمان مشان حبة البركة وهدول كلهم نخلطوا مع بعض. انا بجيب السمبوسك الرقائق، عرفتون يعني جاهزين بس انه بلفهم. شايفين هون حضرتهم خلصت. هون طالعت كمان العجينة، مطالعتها اصلا قبل بيوم مشان يعني تكون طرية، عرفتوا لما الفها. بس وبدي كمان تقريبا نص كاسة من الطحين، اقل من نص كاسة، وبحطلها بس مي مشان الزق العجين يعني، عرفتوا الرقائق. في عالم يعني ما بيلزقوهم بالعجين، في عالم عندهم طريقة تانية فبيحطوا الورقاي، ما بعرف بيدخلوها كيف يعني بقلب الورقة التانية الرقائق، فما بيحطوا عجين. انا لا، انا بحط عجين، يعني كل واحد وطريقته باللف، انا هاي طريقتي. ما بدها شي يعني، كتير كتير سهلة. بس هون شايفين خلصت من اول صحن تبع الجبنة الحلوة، وبدي ابدأ هلا بالجبنة الحادة. ماما شايفين صبايا هون بعد ما خلصت فطلعت 2 جبنة حلوة وواحدة حادة، وزاد عندي شوي حشوة من الحادة. ان شاء الله بدي اجيب رقائق لانه ماتم عندي، فان شاء الله بس اجيب الرقائق يعني بدي اكمل الجبنة.
وبس صبايا، لهون هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. ان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.